السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة نو ميديا مع محمد العاصي. أنا بنزل كل يوم 3 فيديو جديد بتكلم فيه عن التأثيرات في الأفتر إفكت، وبحاول على قد ما أقدر أتكلم عن الإفكتات المهمة اللي مفيش حد بيشرحهم، والشرح بيكون بطريقة مختلفة ومبسطة جدا. هتلاقي هنا بلاي ليست فيها إفكتات كتير مفيدة. لو استفدت منهم ما تنساش تعمل كومنت ولايك وشير وسبسكرايب عشان ده بيشجعني، وكمان عشان تشوف كل جديد. شكرا جدا ليكم. يلا نبدأ فيديو جديد. تصحى كده وتروق معايا. بسم الله. الايفكت بتاع النهارده خطير، خلي بالك يا صديقي. هننزل اللاير بتاعه اللوجو. هي لازم على فكره لازم ان اللوجو يكون بمقاس الكومبوزيشن كامل. هنكتب شاتر على الايفكت اند بريسيتس. انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع. مش فاهم منه اي حاجه. ده هو قالها. وانت انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت ولا؟ تمام. هينزل معانا اللوجو على مقاس الكومبوزيشن. هنبدا بقى ايه نحدده. زي ما انت شايف هو ده زي طوبه كده جدار وبيتكسر يعني. هنبدا نجيب خليه من هنا ريندر. تمام. ده هيبدأ يخلينا الحاجة على اللوجو بس زي ما انت شايف. يعني افكت جميل والله العظيم. انا عن نفسي استخدمته كذا مرة وحرفيا حاجة جامدة، بس هو بس في شوية اعدادات خلينا نشوفها. تمام. هنبدأ مثلا نغير ده نخليها زي الازاز كده جلاس. تمام. من هنا زي ما انت شايف كده دي شكلها افضل من التانية، وكمان ليها استخدامات كتير في كذا حاجة، يعني مش في ان انت تعمل لوجو بس. تمام. ممكن نقلل عدد قطع الازاز من هنا. هنقلل عدد قطع الازاز بحيث ان يبقى شكلها افضل شوية. ايوه من دي. تمام. زي ما انت شايف شكلها جميل يعني. ممكن كمان دي لو عايزين نزود بقى. لو لقيت فينا وناي زود زي ما انت عايز، ما تكلفش. احنا كده قللنا، ولو زودنا برضو يبقى شكلها كل حاجة على حسب ما انت عايزها، فاهمني؟ يعني انت ممكن تستخدم دي في حاجة وممكن تستخدم دي في حاجة، بس هو بصراحة افكت حلو يعني. خلاص خلينا نرجعها بس كده ايه, نقلل العدد عشان نشتغل بقى نعمل نحركه كده. تمام. ممكن من هنا نغير مكان القطع، يعني ممكن تخلي القطعة الصغيرة هنا على اليمين زي ما انت عايز. طول ما انت بتلف هتلاقي في قطع اشكالها بتتغير. تمام. ومن هنا هنقدر نغير الموقع بتاع الكسر نفسه، نخليه زي ما انت عايز في اي حتة، بس هو عشان يبقى اكتر واقعية خلينا نخليه مثلا ايوه على اليمين كده. تمام. خليه فوق شوية كمان. ايوه بحيث ان شكله كده افضل يعني. تمام. حلو اوي. ده بيزود لك الدبث بتاعت سمك اللوجو نفسه، سمك القطع. زي ما انت شايف السمك بتاعها بيختلف، فخلينا نقلل السمك خالص. انا مش عايزين السمك كبير يعني. تمام. ايوه زي ما هو كده بالظبط. حلو. ايه تاني ممكن نغير الجرافتي. هنجيبها من الفيزيكس. الجرافتي هنا اللي هي الجاذبية، نقلل الجاذبية شوية نخليها مثلا كده. تمام. زي ما انت شايف تحس ان هو بيتطاير اكتر كده، مش بينزل لتحت على طول. ماشي. ولو جينا لو قللناها خالص زي ما انت شايف لسه بالراحة كده، مش بيختفي مرة واحدة. ممكن بقى لو زودناها هتلاقيه بينزل مرة واحدة، ساعتها أكن الجاذبية بتشدك، أكنك بترمي حاجة تقيلة من فوق كده. وعلى حسب برضه شوف زي ما انت شايف في اللوجو القطع بتاعت الرزق وقعت مرة واحدة. دي حاجة على حسب بقى ان انت عايز تعملها شكلها عامل ازاي. آه كل حاجة ليها حاجة يعني. هنا ممكن نغير شكل القطع، ممكن نخليها ازاز، ممكن نخليها مربعات، ممكن نخليها مثلا بازل. ممكن نخليها حاجات تانية. بس في أشكال زي البيض برضه. وده الإزاز الجلاس، وده حاجات كده. ده شرائح وشكلها حلو. الشرائح دي برضه ممكن نغيرها كمان، اللي هو البازل بقى. بص شكله جميل البازل ده بصراحة، ممكن تعمله على أي شكل يعني. تمام. حلو أوي. ممكن نغير ايه تاني. عندك بقى تغير في الاعدادات كده. كل لما هتغير في الحاجة تطلع منها اشكال مختلفة. بصراحة فيها اعدادات كتير. طبعا مش هنقدر نغطي كل الاعدادات. طبعا هنا اللايتنج الاضاءة، بتحاول تزود الاضاءة وتقلل الاضاءة زي ما انت عايز. ليها كذا كنترول يعني. تمام.
بس يا باشا، فخلينا نرجعها جلاس. تمام، ونقلل الإضاءة كده. يعني دي برضو مفيدة في بعض الحاجات، ممكن تعمل لها كي فريم على فكرة. تمام. عشان تتحكم فيها ممكن تقلل الإضاءة في مكان، تزود الإضاءة في مكان تاني. فانت برضو يعني ايه هتلاقي الإفكت ده مفيد في حاجات كتيرة ويا رب أكون قدرت أفيدكم في الفيديو ده. شكرا جدا ليكم، متنساش تعمل لايك وشير. اللي مش موجود على القناة يا ريت يعمل سبسكرايب عشان هتلاقي حاجات جديدة ودايما هتلاقي حاجات مفيدة. وفي الختام نقول اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليكم. سمحت يعني. ايوه، اي حد يسأل عليا انا قاعد على القهوة بره.